انا مش هطول عليك في الكلام، انا هخش في الموضوع على طول. اتفضلي يا طنط. يا عادل يا ابني. ايوه. انت ليه عشمت البنت ورجعت خليت بيها؟ مين؟ انا عشمت امينه ورجعت خليت بيها؟ وزياراتك الكتيره هي اللي خلت البنت تملك كمان. قصد حضرتك تقولي انها انا انا صحيح بعز امينه وبعتبرها زي اختي تمام، بس مش اكتر من كده. لكن عمري ما فكرت ابدا اني مش عارف اقول لحضرتك ايه. يعني عايز تقول انك ما عشمتهاش بحاجه؟ ابدا ابدا يا طنط. طب والعمل ايه دلوقتي؟ دي البنت يا كبدي اتصدمت صدمه كبيره قوي. انا اسف، لكن دي مش غلطتي يا طنط. لا، غلطتك برضو لانك انت اللي خليتها تحبك. قول لي بصراحه كده يا عادل. ايوه يا فندم. انت ما فكرتش انك تتجوز بنتي امينه؟ انا اتجوز امينه؟ الحقيقه امينه لطيفه وست بيت كمان بمعنى الكلمه، وانا واثقه انها هتسعد اللي تتجوزه، والنوع ده من البنات قليل وجوده في الايام دي. ايوه لكن ارجوك خليني اكمل كلامي. انا عارفه يا عادل ان بنتي مش حلوه. بتقولي ايه يا طنط؟ ما تحاولش، هي دي الحقيقه، ومش لازم نضحك على نفسنا. والجمال بالنسبه لكم انتوا يا رجاله اهم من اي صفه تانية في الست، وانا للاسف بنتي محرومه من الجمال. حضرتك بتبالغي قوي يا طنط. ما تفتكرش ان الكلام ده سهل على اي ام انها تقوله على بنتها، لكن انا عندي الشجاعه الكافيه اني اقوله، ومستعده اضحي بكل شيء في سبيل اسعاد بنتي. قبل ما تتولد امينه دعيت ربنا انها ما تطلعش شبهي عشان ما تقاسيش اللي انا قاسيته في حياتي، لكن ربنا ما استجابش لدعائي وخلاها تطلع صوره طبق الاصل من وحاشه امها. لكن المال ممكن انه يغطي على كل الوحاشه دي وينقذكم من الورطه اللي انتوا فيها على الاقل. انا عارفه كل حاجه، عارفه ان والدك مديون وهيشيروا افلاسه عن قريب، انما بقى لو اتجوزت بنتي اوعدك باني هسدد كل ديون والدك. وما تنساش اني كاتبه الامينه كل املاكي. امينه عندها ايراد شهري ما يقلش عن 500 جنيه. 500 جنيه؟ ها قلت ايه؟ مش شايف برضو ان المال غطى على الجمال؟ صدقني يا ابني، الجمال مش هو كل حاجة. حضرتك بتقولي انك مستعدة تدفعي كل الديون اللي على ابويا؟ و500 جنيه شهري يا جوز بنتي. مش هقدر برضو اقول لك يا جوز بنتي؟ تقدري يا حماتي. تعالي يا امين، تعالي. ايوه يا ماما. انت كنت فاكرة ان عادل كان جاي عشان يطلب منك قصرية الفل؟ ايوه يا ماما، وهو اللي قال لي كده. اما انت صحيح على نياتك. على نياتي ازاي يا ماما؟ هو مش كان جاي علشان ياخد قصرية الفل؟ ابدا، دي كانت بس حجة. حاجة؟ ايوه، انما الحقيقة انه كان جاي يخطبك. يخطبني؟ انت بتقولي ايه يا ماما؟ بقول ان عادل بيحبك وعايز يتجوزك. مش ممكن، انا مش مصدقة. هو ما قاليش انا الكلام ده ليه؟ لانك غنية وهو ما حلتوش حاجة، فكان خايف احسن تفتكري انه طمعان في فلوسك. هي دي الحقيقة. ماما انت بتحشميني قوي يا ماما. عادل بيحبني انا؟ ايوه انت، وما يحبكيش ليه؟ عشان انا وحشة يا ماما، وحشة. انت بتقولي ايه يا امينة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مرايتي اللي ببص فيها كل يوم هي اللي قالت لي كده. بتقولي كل اللي انتوا بتحاولوا تخبوه عني هي دي الحقيقة. لا يا امينة، لا 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 لا، الحقيقة ان عادل بيحبك وعايز يتجوزك. مش معقول يا ماما، انا مش قادرة اصدق. لا صدقي يا بنتي، صدقي، انا هخليه يقولك الكلام ده بنفسه. تعالى يا عادل. ماما صحيح يا ماما، صحيح. دلوقتي هتسمعي بودانك. الله، ده يظهر ان زينب بنت خالتك جت اهي. ايوه يا طنط. تعالى يا عادل، ده يظهر ان زينب بنت اختي جت. يا اهلا وسهلا. هات الشنط يا استاذ محمد. حاضر يا فندم. اتفضلي يا بنتي اتفضلي. تعالى يا محروس، شيل معاها الشنط. على عينيا يا بيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. ما شاء الله ما شاء الله.
ايه الحلاوه دي كلها؟ تعالي تعالي خشي تعالي. يا سلام، صوره طبق الاصل من المرحومه والدتك. هات الشنطه دي هنا. وانت هات الشنطه دي على عنك. هاتي هاتي. اتفضلي يا بنتي اتفضلي. حضرتك لازم تكوني طنط حفيظة مش كده؟ ايوه انا خالتك حفيظه. وعرفتيني ازاي؟ كنت متخيلكي كده برضه. هو وحشه وعجوزه بالشكل ده؟ لا أبدا أبدا يا طنط. وانتي لازم تكوني أمينة صح مش كده؟ ايوه يا زينات انا امينه. الحمد لله على السلامه. انا مبسوطه قوي اني شفتك. وأنا كمان. وده يبقى عادل ابن جيراننا اللي ساكنين جنبنا. ايوه مهندس زراعي قد الدنيا. صحيح. بابي الله يرحمه كان مهندس زراعي هو كمان. كنت بقعد قدامه بالساعات وهو بيتكلم عن الزراعة. ما كنتش بتضايق أبدا لما أسمعه. وهو راخر يا ستي ما بيبطلش كلام عن الزراعه ابدا. كده. يبقى لازم هسرقه منكم بقى عشان يحكي لي شوية عن الزراعة. حتى لو ما كانش هو عايزني أسرقه. وحد يكره؟ يا ريت كل السرقه تبسط بالشكل ده. متشكرة قوي على الكومبليمو دي. تعالي يا جمالات تعالي أعرفكم بالأنسة جمالات ملاكي الحاس أمي وأبويا وكل عيلتي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا ست جمالات. الله يسلمك يا هانم. الجمالات دي بقى معايا من يوم ما اتولدت ما فرقتنيش ولا يوم واحد. ايوه. هي أصلها من مصر كانت عايشة في الجزائر ويانا. وبقالك كتير ما جيتيش مصر؟ بقالي 20 سنة. ياه، ده احنا بقى لازم نفرجك عليها حته حته. دي مصر اتغيرت قوي. فين من سنه ما سبتيها؟ فعلا مصر اتغيرت قوي. طول السكة وانا جاية من المطار شايفة شوارع حلوة وبيوت حلوة بس مش ممكن يكونوا احلى من زينات. انا كنت عارف انك حقيقه حلوه يا زينات، لكن ما كنتش متوقع ابدا انك تكوني بالحلاوه دي كلها. الله أنكل ما تكسفني